السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي. تعال نتكلم شوية في اللي بيحصل في الكورة. احنا من بعد ماتش السوبر وكل اللي الناس بتتكلم فيه او المحللين بيتكلموا فيه او اللي اسمهم محللين اعلاميين بيتكلموا فيه، هو ان ازاي زيزو ما يسلمش علشان مصر. بص يا جماعة، يعني هو الموضوع بقى يعني ايه بعيد عن الكورة. هو بقى ايه ازاي نلهي الناس، يعني فريق الزمالك او اعلام الزمالك او الناس اللي بتتكلم في الكورة من اعلاميين الزمالك ولاعيب الكورة السابقين بياخدوك لحتة تانية خالص. بياخدوك لحتة ايه، هي مش كورة، ده هو معلق وفار وحكم. يعني هي وصلت للمعلق كمان. سيبك بقى انها مثلا كان كل مرة يقول لك التحكيم والفار وازاي ما شافش الكورة دي، وكرة تشيكو بنزا كانت تنفع ضربة جزاء، لا لا كرة الجزيري ايه يعني ان هي لمست في ايده ودخل الجون ما تتحسب عادي. عادي اكننا بنلعب ماتش هاند بول يعني. مفيش مشكلة خالص. بس هو فعلا غريب ان ازاي الناس دي بيطلع منها الكلام ده. يعني ازاي انت راجل بتطلع على شاشة التلفزيون وراجل محلل وراجل لعيب كرة قديم وبتقول على نفسك كابتن منتخب قبل كده وليك مسيرة كروية انك اصلا مش عارف القانون؟ دي حاجة. تاني حاجة، هل انت فعلا مش عارف القانون، جاهل يعني بالقانون، ولا هو مجرد ان انت بتشوف مبررات واعذار عشان السوشيال ميديا وعشان تطبطب على جماهيرك وتوجه جماهيرك في حتة تانية، وان انت تطلع الاوهام والاعذار دايما لفرقتك؟ لان هي بقت موضة ان كل واحد دلوقتي من اعلاميين نادي الزمالك واللي بيتكلموا في الكوره عامه بقى في السوشيال ميديا، او اغلبيه اللي بيتكلموا في السوشيال ميديا واللي بيتكلموا في الاعلام وفي التلفزيون وفي كل حته وفي كل منصه، ان هم واخدينك لحته ازاي زيزو ما يسلمش علشان مصر. يا عم انت مالك، هو حر. انت تعرف ايه اللي دار بينه وبين هشام نصر ايام ما كان بيجدد؟ انت تعرف مدى الخلافات بينهم واصله لحد فين؟ انت ما الراجل راح سلم على احمد عبد الرؤوف وخده بالحضن، والراجل لا راح سلم على الناس بتوع الزمالك كلهم. طب ما عمر جابر في ماتش كان ماسكه وموته ضرب، حتى لدرجه ان في لقطه هو بيقول له يا عمر، يعني يا عم احنا في ايه، احنا بنلعب كوره، انت في ايه؟ فتيجي تبص بقى لكل الكلام اللي من بعد الماتش بتوع الزمالك كلهم بدون استثناء. اصل زيزو ما سلمش علشان مصر، اصل كان في ضربه جزاء للزمالك، اصل كره سيف الجزيري تتحسب جون، اصل الحكم والفار والمعلق كلهم ضد الزمالك، احنا ضد مؤامره كونيه. يا جماعه عيب، احترموا عقولنا. يعني دي كوره ترفيه، فلو هنتكلم في الكوره نتكلم، مش هنتكلم في الكوره فبلاش نستخف بعقول بعض. لان بجد بقى استخفاف بالعقول وحاجه يعني بقت عباره عن سبوبه للناس كلها اللي طالعين عاوزين سوشيال ميديا، عاوزين ترند، عاوزين اكل عيش، حتى لو بقول كلام غلط وكلام هبد. مش كده يعني، نحترم عقول بعض ونحترم ان احنا بنتكلم في كوره. يعني ما توصلش كمان ان حتى ميدو امبارح في لقاء تلفزيوني طلع يقول لك انا لو وانا مكان هشام نصر كان هيبقى ليا رد فعل اكشن. هتضربه يعني؟ يعني ايه اللي ليك رد فعل اكشن؟ هتضربه؟ الراجل مش عايز يسلم عليك يا عم، هو حر، دي حريه شخصيه. يعني انت لو انا واقف قدامي وانت مش عايز اسلم عليك هتضربني يا عم؟ انا حر مش عايز اسلم عليك. يعني ايه يعني ايه اخد موقف اكشن؟ هل الكلام ده يصح ان هو يطلع على التلفزيون عادي؟ هل الناس دي تستحق فعلا انها تطلع وتسم يعني وتبخ السم للناس في ان هم دول محللين كرويين؟ يعني نفسي اعرف، هات لي كده كام برنامج اتكلم عن تحليل الماتش، اللعيبه عملت ايه والخطه كانت ايه والتكتيك كان ايه وايه الصح اللي كان يتعمل وايه اللي المفروض المدرب ده كان يعمله وايه اللي المفروض المدرب ده كان يعمله. ومفيش. انا ما شفتش، انا شفت هبد بس، هبد. وفي الاخر اسمهم محللين كرويين. اسمهم لعيبه كوره سابقين، اسمهم مدربين، اسمهم مديرين فنيين. فهل دول فعلا المديرين الفنيين اللي عندنا؟ اصل هم لو هم دول المحللين والمديرين الفنيين اللي عندنا اللي بيطلعوا في الاعلام دول، يبقى على الكوره السلامه. انت مستني ايه من الكوره تاني؟ يعني انت مستني ايه اللي يحصل تاني في الكوره عندنا في مصر لما تبقى هي دي العينه اللي موجوده بتطلع تكلمنا في الكوره، اللي هو كل الكلام ما فيهوش كوره؟ في فلان سلم على مين وفلان ما سلمش على مين، اصل الحكم عمل ايه، اصل الفار ما حسبش ايه، اصل المعلق قال ايه، اصل هشام نصر مش عارف عمل ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كمية الهبد ده؟ ايه كمية الجهل اللي احنا فيه ده؟ يا جماعة ارحمونا بجد والله العظيم. كل برنامج بقى عاوز يجيب واحد بيهبد وبيكذب وعارف ان هو بيكذب
واغلبيتهم عارفين ان هم بيكذبوا وبيهبدوا عشان خاطر الترند وعشان خاطر الريتش وعشان خاطر. طب خلي الكلام ده بتوع يعني خلي الكلام ده بتوع اليوتيوب والبرامج اللي هي بتاعت النت، يعني خلي الناس بتوع السوشيال ميديا هم اللي يقولوا الكلام ده. ما تبقاش انت طالع على شاشة تلفزيون وفي برنامج وناس كتير بتشاهدك وتطلع تقول الكلام ده. مستني ايه بقى؟ مستني نروح فين بالكورة؟ يعني مستني فين التقدم اللي احنا نروح فيه؟ فبجد الموضوع بقى مستفز لأبعد الحدود. أنا مش أول مرة أتكلم فيه، بس أنا كل ما أجي أفتح التلفزيون أو أفتح السوشيال ميديا ألاقي ده هابد هبدة وده رد على الهبدة بتاعته بهبدة تانية. وبقت الموضوع كله في الكورة هبد بيرد على هبد وترند بيرد على ترند، وكله في الآخر بلالين مؤقتة. نست الناس الكورة، نست الناس يعني إيه فنيات، ونست الناس يعني إيه نلعب بالروح ونلعب بالانتماء ونلعب كورة في الملعب. يعني دلوقتي كل الحرب اللي دايرة حرب خارجة، يعني كلها بره الملعب، مفيش حاجه داخل الملعب خالص. اخر حاجه دلوقتي الناس بتبص عليها داخل الملعب. فاتمنى ان احنا داخلين على كاس افريقيه وداخلين على كاس عالم. اتمنى يبقى يعني في ناس غير دي موجوده على الساحه، تقدر تكلم الناس، تقدر تكلم اللعيبه اللي بتلعب في الملعب، تقدر تقول لها يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي، ويعني ايه تيشيرت نادي الزمالك، ويعني ايه فنيات كوره، ويعني ايه التزام لعيبه. مش بقى كلها عاوزه تهبد، بقت لعيبة على إعلاميين على سوشيال ميديا على كل حاجة، كله عاوز يهبط وكله عاوز ترند وكله عاوز الريتش. خليته إيه بقى للناس اللي هي طالعة تتكلم على السوشيال ميديا؟ يا جماعة ارحمونا بجد. يعني انتوا مش عارف انتوا عاوزين ايه من الدنيا تاني، والله العظيم ما عارف. اخواتي وحبايبي، ان شاء الله يبقى في ماتشات كورة نتكلم فيها عن الكورة، مش عن الهبد وعن السلامات. السلام عليكم.